أنليش من متابعيني المحترمين جدا في القناة. حبيت أجاوب على السؤال بتاعه لأنه هو سؤال مهم جدا، وبما أني مريت بنفس التجربة والحكاية دي أنا عايزة أقولك مبدئيا الحاجات دي فعلا موجودة، تمام، ولكن احنا نقدر نخليها بطريقة أحسن. يعني مثلا بيقولك أنا هكون كويس، أنا بجتذب كذا، لا، فاحنا ندخل أمور الدين فيها. أنا بإذن الله ربنا هيرزقني بكذا، باسم الوهاب ربنا هيوهب لي كذا، فندخل دايما امور وتقدر تتخيل، لان ربنا سبحانه وتعالى عند ظن عبده بيه. ما هي دي برضو من امور ايه، الطاقه برضو متاخده من حاجه زي كده، اللي هو انت بتظن حاجه بتجيلك حسب ما تظن فيها، تظن انك الدنيا هتبقى تمام، هتبقى تمام. يعني في قصه كده ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما معناها يعني ان حد من الصحابي كان الرسول بيزوره صلى الله عليه وسلم، كان الرسول بيزوره فكان تعبان جدا، فقال له انا هموت، فقال له خلاص زي ما انت قلت، يعني خلاص هو شاف نفسه ان هو هيموت، هو نطق بالكلمه، فاهم انت حسب فكرك بيجتذب ايه. فانا عشان خاطر ما ادخلش في حرمانيه والحاجات دي، علوم الطاقه موجوده، بس اي حد هتيجي تتكلم معاه وتتناقش فيها هيكفرك وهيقول لك انت ملحد وانت فيك وانت فيك، بس هي موجوده. هي علوم محرمه، الحاجات دي مستخبيه شويه، الناس تعرفها معينين، ليها كتبها وليها حاجاتها، وفي تجارب روحيه اللي الناس مش قادره توصل له، او الناس اللي هي المتزمده او زياده عن اللزوم، لا، في تجارب روحيه بتحصل مع كل شخص. فالتجارب الروحيه دي ملهاش كتب، انا حصل لي كذا، انا ظهر لي كذا، ولما دعيت الدعاء الفلاني شفت كذا، وانت شفت كذا وحسيت بكذا، فتجربتك وتجربته ما هي اكيد يعني يا جماعه مش موجوده. الحاجات دي كانت موجوده زمان جدا، عارفين اللي هو ايه، زي مثلا النت والكهرباء والحاجات، مثلا الحاجات الحديثه بتاعتنا دي والبايثون والحاجات اللي هي المتطوره يعني دلوقتي. طب ما هي ملهاش دليل من القرآن والسنة، هتبقى كده خزعبلات وحرام ورجس من عمل الشيطان؟ لا طبعا. فكل زمن بيبقى فيه الحاجة الخاصة بتاعته وليها الكتب بتاعتها، فبيجي بعدها بيمر زمن تاني وبيجي بعدها فترة طويلة، فالناس ما تعرفوش، فأسهل حاجة يقولك ايه، ده حرام. اسهل حاجة الناس السطحية الحافظة مش فاهمة، دي الناس اللي انا دايما بختلف معاهم وحقيقي بتخنق منهم جدا وما بتحملهمش يعني. علوم الطاقة موجودة، ولكن يعني نشكلها بالطريقة الصح. ايه هي الطريقة الصح؟ باسم ربنا سبحانه وتعالى. نفعلها بايه؟ بالقرآن. نفعلها بايه؟ بذكر ربنا. قول كل الحاجات اللي هم بيقولوها، ولكن اذكر ربنا، ولكن اقرأ القرآن، بإذن الله هيحصل كذا. يا رب انا امل فيك كبير قوي، يا رب ان شاء الله، وتبقى انت مصدق نفسك. على فكرة انا جبت عربيتي كده سر، محدش يقول لحد، ان شاء الله هبقى اطلع احكي لكم انا جبت عربيتي ازاي اصلا باذن الله. ده ليها قصة وحوار كبير قوي وغريب قوي وعجيب قوي، والله العظيم، كله بالاكتذاب. طب اكتذاب ايه؟ باسم الله، عشان ما حدش يطلع يكفرني. باسم الله وبإذن الله وبثقتي بالله. ما دي برضو من ضمن الطاقة على فكرة، بس ثقة منك لربنا، ربنا يقربنا منه دايما ويبعدنا عن فعل الحرام، ويبعد عننا الناس المرضى النفسيين والسطحيين الحافظين مش فاهمين. بس يا رب أكون قدرت أوصل الفكرة.